المدرس ده كان بيدي كل طالب برطمان قبل كل حصة ويطلب منه يخبطه كل 15 ثانية. راهن مجموعة الطلبة اللي عمرهم ما كانوا بيركزوا لو فضلوا ساكتين طول الحصة هيشرب باكت لبن كامل مرة واحدة. الطلبة كانوا عايزين يشوفوه بيترمي فاتحدوا مع بعض، كل ما حد يفكر يعملوا دوشة الباقي يسكتوا فورا. والوقت بيعدي، اللبن على المكتب بيقل والكتابة على السبورة بتزيد، والطلبة ما خدوش بالهم انهم مركزين فعلا، وفي اللي رفع ايده يجاوب. وبيفضل المدرس ده أسوأ فصل في المدرسة بقى أحسن فصل شرف. لكن أول ما مستر كلارك افتكر إن الدنيا هتظبط اتفصل. السبب رفض خطة المدير لزيادة المصاريف. الأهالي كانوا عايزينه يكمل بس المدير أصر يمشيه. كلارك اضطر يسافر نيويورك يدور على شغل، لكن الواقع كان صعب. مدارس المدينة الكبيرة مش عايزة مدرس جاي من الريف، فاشتغل شغلانات نص وقت علشان يفضل قريب من المهنة اللي بيحبها. لحد يوم وهو رايح مقابلة شغل شاف مدرس بيتخانق مع طالب، جري علشان يهديهم، والمشكلة خلصت أول ما المدير ظهر. المدرس اللي كان متعصب ساب المدرسة ومشي فورا. خد العيال دول أنا ما كملش. ولما المدير قرأ سجل كلارك المبهر عرض عليه فصل الشرف، لكن كلارك كان بقصص على الفصل اللي قصادهم، محدش بيراقبه. العيال جواها عاملين فوضى، سنين من السلوك الوحش باينوا عليهم. المدير ما كانش مصدق ان كلارك اختار الفصل ده، وقال له ان 6 مدرسين قبله مشيوا بسببه. لكن كلارك اصر، مؤمن ان كل طفل بيغلط، هو طفل اتساب. بس ثقة كلارك ما جابتش نتيجة في الاول. اول يوم الطلبة استقبلوه استقبال صعب. شاميكا، بلاش تعملي كده، شاميكا كانت اكبر مشاغبة، ومع وجودها الفوضى زادت. الفصل اتخرب، حتى عامل النظافة شك ان كلارك يعرف يسيطر عليهم. وبعد ما نظف كل حاجة خرج يلاقي عربيته مليانة جرافيتي، بس بخبرته كان عارف ان كل طفل مشاغب وراه حكاية. فابتدى يزور بيوتهم واحد واحد، وطلع فعلا كلهم جايين من بيوت فيها مشاكل جامدة. طالب عنده 12 سنة بس مسؤول عن 3 إخوات أصغر، واحدة تانية عايشة في بيت البنات فيه ملهمش اعتبار. كلارك فاهم إنهم مش بيكرهوا التعليم، هم اتربوا كده.